صباح الورد. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كيلو من البدنجان، هنعمله مقلي بمعلقه واحده بس من الزيت. طبعا مش هتصدقيني غير لما تكملي معايا الفيديو وتشوفي عملناه ازاي. هنعمل البدنجان بتاعنا النهارده زي البدنجان اللي بتشتريه من مطاعم الفلافل الصبح كده للفطار. طعمه حلو قوي، كمان احلى وانضف من بره بكتير. وزي ما قلت لك هنقليه بمعلقه واحده بس من الزيت وبيطلع طعمه حلو قوي. شايفين شكله اصلا عامل ازاي؟ دايب بقى كده ومستوي وطعمه تحفه. يلا بينا نسمي بسم الله وندخل على الفيديو. وان شاء الله لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على. جبت كيلو كده من البدنجان، يبقى تنقيه صغير كده زي ما انا جايباه، وبعدين غسلناه كويس قوي. وتعالي نشوف هنعمل فيه ايه. حطيت حله على النار كده يا دوب فيها ربعها، يا دوب بس تغطي البدنجان بتاعنا، وما فيهاش اي حاجه ميه كده زي ما انتم شايفين. مش هحط ملح ولا اي حاجه، وهننزل بقى بالبدنجان بتاعنا. وبعدين هنحاول كده ان احنا نغطيه، وهنسيبه ياخد 3/4 تسويه عبال ما نجهز الدقه بتاعته. عندي فلفل احمر وتوم على الكيلو، حطيت شويه كده من الفلفل الاحمر وحوالي راس من التوم، و3 معالق صغيرين بس مليانين من الملح، وبرده زيهم كده معلقتين كبار من معلقتين صغيرين بس مليانين برده من الكمون. وعندي ليمون طبعا وخل. آم، لو عندك بقى كبه تمام اشتغلي في الكبه، ما عندكيش المطحنه كده بتاعه الخلاط اللي موجوده عندك. يعني المهم ان احنا هنطحن الدقه دي كده بتاعه البدنجان والسمك بقى والحاجات الحلوه دي. تمام. حاولي بقى ان انت تطحنيهم ناعم كده شويه. طبعا انا قلت لكم البدنجان هيبقى مقلي، هنشوف هنقليه ازاي دلوقتي. هو مش مسلوق، لو عايزه طبعا تسيبيه مسلوق كده وتقليه وتحشيه براحتك خالص. لو حابه بقى تكملي وتشوفي هيبقى مقلي ازاي، كملي معايا دلوقتي وتشوفي الطريقه حلوه قوي. الدقه دي زي ما قلت لكم بتبقى بتاعه السمك، بنحشي بيها بقى السمك، بتبقى حلوه قوي. طبعا انا بعمل كميه كبيره كده دايما، وبتبقى موجوده عندي وبشيلها في التلاجة. الفلفل الاحمر بيبقى موجود دلوقتي كده وقته، يعني بيبقى سعره حلو قوي. فجيبيه بقى واعملي كده الكميه مع الثوم كده وشيليه في الفريزر. دقه بتبقى حلوه قوي، تنفعك بقى لحشوات البدنجان او السمك، بيبقى طعمها حلو قوي. خلصت الكميه بقى كده كلها. طبعا بنحط الخل والليمون عشان يعني يسرع معانا ان احنا نضرب الدقه دي بسهوله. خلاص خدنا 3/4 تسويه. بعدين شلت من عليه الميه. لو هتسيبيه مسلوق زي ما هو كده ما تفضيش الميه كلها. شيلي كده شويه، وبعد ما تحشيه رشي بقى او ملحيه في الميه دي يعني. بصوا بقى، هنا جبت معلقه واحده بس من الزيت بعد ما شلنا بقى من عليه القمع اللي بيبقى على البدنجان كده من فوق. معلقه واحده بس مش اكتر من كده. وهو هنا خد 3/4 تسويه، وهنبتدي بقى ان احنا نحمره كده. شايفين بقى الجمال؟ ولا بقى هيشرب منك زيت، ولا هياخد منك، ولا يخلص لك ازازه الزيت، ولا الحاجات دي كلها. احنا خدناه 3/4 تسويه، وبعدين هنبتدي بقى ان احنا نقليه. والناس اللي بتحبه مسلوق خلاص ما تعملش بقى الخطوه دي، مع ان هو اصلا بيدي طعم حلو قوي. فخلاص زي ما قلت لك شيلي شويه كده من الميه وملحيهم كده بشويه ملح، واحشي بقى البدنجان بتاعك وملحيهم في الميه دي. شايفين بقى البدنجان اهو مقلي وحلو قوي قوي. هكمل بقى تسويته اصلا في معلقه الزيت اللي احنا حطيناها. بصوا هتلاقوا في الاخر كده معلقه الزيت زي ما هي، البدنجان بتاعك ما شربش الزيت خالص. شايفين الزيت زي ما هو كده. هسيبه بقى يا دوب بس يبرد شويه، ان انت ايدك تستحملي يعني. حاولي تحشيه وهو سخن، فطبعا مش هنعرف نمسكه هو لسه طالع من الزيت سخن قوي كده. يا دوب زي ما قلت لك ايدك تستحمل ان انت تمسكي البدنجان بتاعك كده، واحشيه بقى بالدقه الحلوه دي. النتيجه بتبقى احسن لما بتحشي البدنجان وهو سخن مستوي بقى، وبجد طعمه بيبقى حلو قوي وريحته بتبقى حلوه قوي. ما شربش كميه زيت كبيره. وفي نفس الوقت برضو لو الناس اللي بتحبه مسلوق بيبقى خفيف خالص، يعني مش بيبقى شارب زيت بقى كده وتقيل والحاجات دي، لا خالص. اهو زي ما انتوا شفتوا معايا معلقه زيت واحده بس هتقلبيها كيلو من البدنجان، مش هياخد معاكي اي وقت كمان. والدقه دي طبعا زي ما قلت لكم انا عامله كميه كبيره، طبعا هو مش هياخد الكميه دي كلها. فهنشيل الباقي كده في علبه كده ولا حاجه، وشيلي بقى في الفريزر ينفعك في اي حاجه من اللي انا قلت لك عليها. سهل كده. وطبعا مفيش اكل يعني بنستغنى عن البدنجان دوت في الفطار في الغدا. هو من احلى الحاجات اللي بتبقى موجوده، احسن من المخلل والحاجات اللي هي مش مفيده دي اصلا يعني. تحفه كده هتعمليه، مش هتبطلي تعمليه بقى بالطريقه ديت. اللي بيحبه مقلي هيبقى مقلي، واللي بيحبه مسلوق برضو هيبقى مسلوق.
والدقه اللي احنا عاملينها دي اصلا طعمها حلو قوي، اللي احنا عملناها بالفلفل الاحمر والثوم والخل والليمون. انا حطيت حوالي ليمونه مثلا وحشيت بيها وعملت بيها الدقه. بعد ما خلصنا بقى كده هنبتدي بقى ان احنا نعصر الليمون. حابه بقى تسيبيه كده طبعا وشويه خل، مش حابه بيجيبوا من المطاعم كده دايما بنلاقي عليه بقى بنجر وجزر، وكمان بيحطوا عليه بقدونس. ساعات كمان في ناس بتبشر كده عليه، ساعات كده لما بنجيبه بنلاقي عليه طماطم. فطبعا انا عملت الحاجه يعني العاديه خالص، بشرت كده حوالي ربع جزرايه وهبشر عليه كمان يعني برضو بنجريه صغيره كده، هاخد منها برضو جزء صغير خالص عشان ناخد الشكل اللي احنا بنجيبه من مره، وكمان بيبقى احلى كمان. هتجيبيه من بره الكيلو بقى ليه تمن برضو، مفيش حاجه رخيصه خالص. بس انت لما تجيبيه وتعمليه في بيتك هو احلى وانضف واطعم من بره بكتير خالص. وده زي ما قلت لكم كده جزء من البنجر انه كده بس يا دوب رشه صغيره كده على الوش. وزي ما قلت لك لو عندك بقى بقدونس او كزبره حطي رشه برضو كده من الكزبره الخضراء او البقدونس الاخضر، رشه بسيطه كده على الوش يدي بس شكل وبرضو بيدي طعم حلو قوي. خلصنا بقى الطبق بتاعنا حلو وسريع وما خدش معانا اي وقت. وده بقيه كميه الدقه اللي احنا عملناها مع بعض، زي ما قلت لك هتنفعك في حاجات كتيره قوي ما بنستغناش عنها كلنا. شايفين بقى الجمال؟ صغير كده وطري وطعمه حلو قوي، يا دوب كده قطمه واحده مش هتلاقيها. تحفه بجد، لازم تجربوه بالطريقه دي ان شاء الله، متاكده هيعجبكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. وجربوا بقى الباذنجان بالطريقه الحلوه دي، بجد والله هتدمنوه بعد كده. زي ما قلت لكم بيبقى حلو قوي في الفطار او في الغدا، زي ما تحبوا بقى قدموه كده واعملوه بالطريقه دي. متاكده ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوه غير بالطريقه دي بعد كده. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، فيديو بسيط كده وسهل وسريع، يا رب يكون عجبكم. وجربوه بقى ومستنيه رايكم في التعليقات. تحفه بجد هيعجبكم متاكده يعني. وبس كده عايزه اقول لكم شكرا على متابعتكم وشكرا ليكم.